هيا نهاركم طيب الناس الكل، وان شاء الله يا رب تكونوا بالف صحة وخير وعافية. كهو قرب رمضان وان شاء الله رب يجيبوا على خير. قلت اليوم نعمل لكم شوربة الشعير بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة، يعني مو بسيطة. لهنا اول حاجة باش ناخذ المقادير متاعي. بالمغرفة الصغيرة هذه خديت مغرفة طماطم مليانة ومعها شوي بصل، وخذيت اسكالوب، خذيت شوي زر دجاج عربي وقصيته مكعبات. وبعد خذيت لهنا لفاحات، مغرفة صغيرة هذيك، فلفل أكحل، تبرو كروية، كركم وفلفل مرحي وبرشا ثوم، ومعاهم الملح حسب الذوق. ولهنا عندي شوربة الشعير متاعي كيف ما تشوفوا، عندي هذية جيري معمولة في الدار، على الصحفة مغرفة، يعني كل صحفة مغرفة متاع ماكلة، يعني هذوك المغرفة الكبيرة. ولهنا قصيت شوي الكلافس ولا الكرافس ولا شو اسمها حصيله، باش هذيك يعني متغيبش على الشوربة. والنعناع الشايح اللي ما نستغناش عليه في الشوربة. ولهنا باش تعادوا مع بعضها داو طريقة التحضير. جيت خذيت شوية زيت، لهنا ما تستحقش برشا زيت الشوربة، ونخليه يسخن شوي. ومن بعد باش نحط شوية البصل. ونخلط مليح، نخليه يتذبل شوي، ما نحرقوش البصل باش ما يعطيناش ريحه خايبه من بعد وقويه في الشوربه. وفي نفس الوقت باش يبقى يطيب على طول وقت طياب الشوربه معاه، يعني خاطر البصل الاخضر فاوح. ومن بعد نحط معاه الدجاج، كيف كيف نخلط باش ما يشدليش. ولهنا نجي نضيف الفحات متاعي الكل. لهنا نعاود نقولكم تحب برشا ثوم شوربة الشعير. ولهنا عملت لكم كما قلت لكم طريقة اقتصادية، خاطر عنا الخرافة اللي تقول ما نعرفش فما عباد زاد ما يستعرفوش بها انه شوربة الشعير تفوح فيها علوش. هي علاش يقولوا هكاك؟ خاطر شوربة الشعير تحب برشا وقت تبقى تطيب الكل، قد ما تطيب قد ما تولي تزيد تسيب بنتها والكل. هذاك علاش مع العلوش، خاطر الدجاج في ساعة يطيب، هذاك علاش ديما يقولوا بالعلوش تجي خير. اما حتى كي تفوح الكل الدجاج العربي والكل تجي بنينه. ومن بعد حطيت شويه الطماطم كملتهم، لان الطماطم تنجم تحلها في الماء وبعد تحطها، تنجم تطيب بطماطم فرشكه ترحيها وتطيب بها يجي زاده. ولهنا نخلط، نحاول نحلك الطماطم في الزيت مع الدجاج والكل، نغطي عليهم باش يرجع عليهم البخار نتاعهم، وهكا يسيبوا مهم شوي. ومن بعد نجي نشوفوا كيفاش لهنا صايي قروا زيتهم وتقلوا بالباهي. نزيد نخلط، ما نغفلش عليهم وما نخليش الفحات تتحرق لي. ذاك علاش غطيت عليهم، انا باش يهبط عليهم البخار نتاعهم ويسيب شوي ماء. وباش نزيد نحط الكلافس اللي هي باش تزيد تسيب الماء نتاعها كيف كيف. يعني لحد لهنا مازلت ما نستحقش الماء، خاطر فما ديجا ماء موجود كيف ما تشوفوا كله سايب ماء. ونخلط الكل مع بعض. انا الكرافت ما نحطهاش عود كامل باش ما نلوحهاش من بعد ونحها ولا ما تلقاش كيفاش تاكلها. نقصها جويده كيفها كيف البعدوس ونحطها من الاول تسيب لنا من اولها. نعاود هنا بعد ما غطيت عليها نجي نحط لها شوي ماء كيف ما تشوفوا، من بعد زوز مغارف ماء، باش هكا الفحات صايي وقت اللي يبدا قريب باش يشيح من الماء الصوص والكل بتاعنا نزيدها شوي ماء ونخلط. ولهنا شوفوا كيفاش تقلت هكا الطماطم نتاعنا بالباهي بالباهي في حقها في الزيت باش من بعد ما تجيناش مستقرصه شويه الشوربه. وخاطر كما نعرفوا الطماطم المعجونه حامضه شوي، وديما ماذا الواحد يبدا صايم والكل ماذا بحاجه خفيفه وكل. كيف ما تشوفوا لهنا خليتها ما تقلت بالباهي بالباهي مع الدجاج وكل شيء. نزيدها شوي ماء اخرى نخليها تغلي فيها حكيت 10 دقائق. ومن بعد نضيف عليها الماء فرد مرة. الماء اللي نزيدو الاول هو اللي تطيب فيه حتى يكش للاخر، يعني ماذا بيكم تنتيسيبو من الاول تشوف روحك قديش تستحق ماش تبقاش تزيد من بعد باش ما تفسدلكش. وما ماذا بينا يغلي ديما الطماطم كيف نطيبوها اي صوص اي حاجه، كيف نصبوا الماء ماذا به يبدا الماء يغلي باش ما تتحركش والكل تبرد. فوالا
تصب عليها ماء بارد وتبقى تستنى لين يعاود يغلي. اكد التقلي اللي عملتها من الاول الكل كانك ما عملت حتى شيء. ولهنا كيما قلت لكم صبيت عليها إيترا ماء على حسب الكمية باش نطيبها. إيترا كامله ماء يغلي، نخلط مليح مليح باش يتحلك الفاح والطماطم الكل مع بعضه في الماء. ونستنيه شوي كيما قلت لكم هو الماء ديجا يغلي. اون فوا بدا هكاك خذا بلاصتو يعني في الطنجره الجديده والكل وغلاه، وقتها باش نبدا نضيف الشوربه نتاعي. شوفوا كيفاش حبيت نزيد نوريكم اللي هي كيفاش مكايلتهم بالمغارفه. 2 3 والمغرفه الرابعه وبقى شطر. بون هي كي تجي تعبي من كل مغرفه معبيه 4 مغارف معبين بالباهي جوست خاطر الصحفه صغيره والكل. نخلط وكيما اي جيري نطيبوا معاكم ديما وقت اللي نخلط نهز يسوفي. شفت 4 كعبات طلعوا لي في المغرفه راهو سيبهم باش تجيني جيري كيف ما نحبها. لهنا مازالوا طلعوا كعبتين برك وليت شويه اللي بقوا زدتهم وعرفت روحي انه سيبون. هذاك هو الحكار المستانسه بيه. يدرى ما عليها مغرفه 4 مغارف معبين شربة شعير. ولا كيف ما شفتوا طلعوا ال4 كعبات هكا. نخلط مليح مليح ونبقى ديما نهز ونتاكد وكعينك ميزانك. ولهنا صاي بعد ما خلطتها والكل بدات باش تغلي على روحها باش نغطي عليها. وقبل ما نغطي عليها نحط لها رشة النعناع باش تطيب معاها بالطبيعة. وكا نخليها تطيب على راحتها. تحبها تجي غير رزيتها تخليها تطيب على نار هادي على الاخر. تحبها تجيك عاديه تزيد في الغاز ولا نار متوسطه. زيد في الغاز ما تجيكش ما خاطر لازمها تطيب على راحتها كمان شوربه شعير مش كيف الشوربه الاخرى. لهنا خليتها تطيب. شوفوا كيفاش نقص ديجا الماء فيها وقت اللي قريب تطيب مش طابته معدنوس نطيبوه فيه. نحبش خاطر كل واحد وذوقه معناها منحسها في الشوربه المعدنوس اللي يرموه في الاخر ما يجيش بنين. الحاصيل وانا لهنا نحكي لكم على الطريقه اللي نطيب بها واللي تعجبني. كل واحد يعمل ايش يحب. المعدنوس نخليه يغلي معاها وقت اللي توصل نص طيب هكا ديجا كميه الماء نقصت للشطر وهنا قريب الطيب يعني مازالت مش تغلي. حكايه ربع ساعه اخرى ديجا رميت المعدنوس. ولهنا وقت اللي صاي في الاخر طابت كميشه الزبيب نحط هنا الماء فيه اختياري كل واحد وش يحب. ولهنا صاي طابت معانا كل واحد في الاخر يعني انتي وش تحبها جيري تحبها خاطر انا نحبها جيري على الاخر. نجي نجرب المغرفه كيف نز كيف ما هكا عندي شوربه تطلع لي مع صوصها مع كلها يعني صافا هكاك ديجا من بعد كي تبرد تزيد تشرب يعني لازم نعملوا حساب هذاك. دونك لهنا بالنسبه ليا طابت. جيت لهنا حطيت السوبيغ نتاعي على جنب هي اللي باش نحط فيها. وباش نهبط لهنا الديفول طلع لي في الطنجره هذه منعرفش كنت فرجته في الفيديو وقت اللي شريتها اول مره ذي نطيب فيها الديفول بتاعها انه الغطاء بتاعها يشد السخانه ويديها بون غطاها هو اللي يغلي اما يديها مش لك الدرجه. اما هاكا الواحد يرد باله على يديه من السخانه والكل. ولهنا خديت منادل منا ومنا باش نشد بيهم وكل وصافار حاجه الباهي انها ما تشدش. ولهنا صاي حضرت الشوربه نتاعنا ما شاء الله وتبارك الله التكستور اللي نحب عليها. لهنا ما تاخذوش بعين الاعتبار الواحد اللون الاصفر يعني كل ما والكل لا علاقه ذاك جست من الضوء فوالا. من بعد كيف تنوريكم فيديو ما غير فما ضوء الكل لبس عليها عادي ما فما شيء. شوفوا التكستور كيفاش وزيد تبرد من بعد وتركح تولي تعاود تشرب اكثر. ولهنا كيف زيت زين بتروف سيترون كل واحد كيفاش يحب الطبيعه. احنا الاكثريه الشوربه نحطوا معها القارص ومن بعد هكا كل واحد يحط في الصحيفه نتاعو وياكل بالصحه وبالشفاء.
وهذه هي وصفتنا كانت لليوم، حبيت نودكم بها مبكرا قبل رمضان باش الواحد هاكا اقتصادية وسامبل بسيطة على الاخر. في نفس الوقت نجموا تحطوا فيها الجلبانة تجيب في ساعة مع الدجاج السفنارية، كيف نجموا تربيوها وتحطوها. كي طيبوها بالعالوش نجموا تحطوا فيها الحمص. ان شاء الله طب باذن الله كان عشنا وكنا من اصحاب الدنيا في رمضان تاع نبارطاج معاكم هكا طرق مختلفة لتطيب الشوربة هذه ولا الأخرى ولا غيرها. وهكا هاو إن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو. كان عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تعملوا جيم وبسلامة.